كان العلم أيسر علي من العمل، فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم. هنا الغزالي كيقول لنا أن طريق النفس في الوصول إلى الحقيقة هو طريق الصوفية، وهو طريق الذوق والقلب لا طريق العقل والبرهان. فالعقل سيبين لنا مثلا الفرق بين الصواب والخطأ، بين الحق والباطل، بين الخير والشر، وستنتهي رحلته هنا. ولكن تذوق الحقيقة تأتي عن طريق المجاهدة الإنسان لنفسه وأهوائه، والاجتهاد في طاعة الله والتقرب إليه. وإذا كان الاستدلال والبرهان هما طريق العقل، فإن التأمل الباطن وتصفية القلب هما طريق الذوق. وكان الغزالي يؤثر العزلة حرصا على الخلوة وتصفية القلب لذكر الله، وهو يقول: وانكشفت لي في أثناء هذه الخلوات أمور لا يمكن إحصاؤها ولا استقصاؤها. فلم يعد العقل وحده هاديا للإنسان إلى طريق الحق، بل وجب عليه العمل لتطهير النفس والقلب بالكلية عما سوى الله. فاللهم اشرح صدور المسلمين واهدهم سبيل الرشاد.